الاسم الثلاثي محمود أحمد المسلط. الاسم الحركي زنار حسكة. من مواليد 1992، من سكان الحسكة، من قرية المجدل. يعني أنشأنا بعائلة يعني متوسطة، لا هي غنية ولا هي فقيرة، الحمد لله. يعني قضينا أيام حلوة، أيام كانت جميلة. صرنا ناشئين يعني بالغين للسحاب العسكري. يعني تم سحابنا بال2010 مجند بالجيش السوري. طبعا خلصنا السنة ونص العسكرية، بلشت الأزمة في سوريا، أزمة يعني تتفاقم بالشهر الثاني والثالث. بدأت المعارك، تسليح، يعني مواقف كثيرة صارت. يعني خدمت تقريبا 2013 الشهر الثامن التاسع. أول ما أخذني أخوي قلت أوصلك للمطار. طبعا هو قال لي في حركة صارتين، إذا بدك تصير ضمن منطقتك، يعني إذا تقاتل هنا ضمن منطقتك تحمي يعني الجزيرة. يعني قلت له شوف الوضع شلون، نشوف شنو نموذجها، على أي أساس مبتدأ هذه الثورة أو الحركة. تأكد مش على إيش، على أي صيغة مبنية كانت الثورة. يعني أول ما طوعت كانت بالعلاقات وأنا عسكري. طبعا استقبلوني الرفاق، يعني فعلا كانت يعني باختلاف بين الجيش السوري وبين الرفاق، يعني معاملة كأخوة ورفاق، يعني صداقة، مو مثل الجيش السوري. طبعا قلت له أنا ثبتت عشان أمسك الإجازة كشمة تبع الجيش السوري مع تلزم. أول 2014 بالعلاقات العسكرية بتوين كانت. طبعا عملنا دورة، طبعا قالوا لنا رفاق بدأ به دورة عسكرية أكاديمية. قلت له تمام، ما في مشكلة، في دورة. هذيك الأيام كان الرفيق غبال علي مستلم العلاقات العسكرية، قال لي تروح؟ قلت له أروح. طبعا رحنا جروب تقريبا شي 20-25 هذيك الأيام رفاق. يعني سويناها بأكاديمية الشهيد هوجر، اسم الدورة كانت الشهيد هوجر. طبعا 60 يوم عملناها، سياسي عسكري، يعني جميع المجالات كانت. طبعا بعد صار الفرز، كل من وراء على طابور. أيامها كان الحركة مبنية، يعني كانت فعلا، يعني وقت شفنا الدورة يعني على فلسفة القائد، يعني على كثير على حقوق المرأة، يعني عدل إنه كثير شغلات كانت الكتب يعني تدل إنه في حقوق، لأن كانت ميتة أو شعب كان مضطهد جميع المجالات. خصنص كانت المرأة. ثاني شيء فئة الشباب كانت يعني عدم، صفر، ما في مجال إنه هالشعب هنا هالمنطقة، يعني إحنا أهل خير وما في خير في هالمنطقة كانت، لأن كله كان يتصدر للداخل. أيامها بلشنا في الحملات، أيام طابور الشهيد شربان طلعناها. أيام كانت الخريطة ثبت الشهيد دوغان، كانت أيامها ثبتنا بها تقريبا. بعد صارت انسحابات. بعدها ما حررنا الخريطة وكذا، يعني صار الانتقال على المعركة الثانية. كانت مشاركة قوة، يعني كانت من قوات الرفاق القامشلي، أسايش، تحرير جبل عبد العزيز، والقرى المناطق المجدل، يعني قرانا اللي راحت يعني فتناها.
بأقل الخسائر. الحمد لله يعني كانت هذيك الأيام لسه أنا أتذكرها، يعني أقل من الخسائر كانت من الخريطة كانت، مو الخسائر هذيك اللي كانت أيام، لأنه كلها صارت انسحابات من داعش. حررناها تقريبا للجبل. هذيك الأيام وقفنا الحملة، دخلنا على معركة النشوة. كانت أيامها صعبة يعني كثير، يعني معركة النشوة وغويران والليلية كانت فعلا إنه معركة صعبة، لأنه مدينة يعني. طبعا كانت هذيك الأيام مساعدة ومساندة إلها لداعش هي الدولة. لاحظنا الموضوع، كانت هذيك الأيام الدولة اللي كانت تساعد داعش بموضوع الإمدادات بالسر يعني. طبعا مسكنا كثير ناس يعني من الموضوع هذا عن طريقهم يعني. بعدها يعني الحمد لله يعني تحررت المنطقة يعني من داعش، ولا كانت الدولة يعني مصيبة هذيك الأيام. يعني كانت تسوي ضغط على الحركة اللي كانت وصلنا لها من فئة الشباب، كانت تخرب عقول رفاق اللي كانوا ينضموا. هذيك الأيام كانت يعني فعلا ما أقول لك يعني كانت حركة حلوة. يعني هذيك الأيام فعلا كانت العالم يعني كان يشجعنا على الموضوع هذا من ضمن البيت، يعني ضمن الداخل كانوا يشجعونا على الموضوع. يمكن كل بيت يمكن طوع 4 5 6 حسب الأعداد، كانت فعلا كانوا يتطوعون يعني. بداية 2017 كانت الشهر الخامس والسادس بلشت حملة الرقة، بلشت حملة الكرامة، بعدين بلشت حملة الرقة. طلعنا جروب من العزاوي تقريبا، كل جروب كان 12 15 من الطابور يعني. كان 2/7/2017 طلعنا على الرقة، فتناها المساء يعني. بعدها طبعا كان قومتانا زاد موجود، شيخ شريف استشهد بالرقة معانا يعني. قضيناها يعني كانت ليلة مرعبة صراحة يعني، ليلة مرعبة كانت، لأنه ما شفنا المنطقة شنو هي، أنه وضح النهار ما ميزنا شنو الوضع. شرحوا لنا الرفاق بس شي بدنا نشوفه على الملموس على أرض الواقع. جينا عاد بعدها ثاني يوم العصر يعني، ما كملت هذيك الأيام، كنت طاقم قومتان للجروب يعني. صار علينا هجوم على نقطة الجامع، قمنا طلبوا مساعدة، دخلنا بالموضوع يعني. بعد ما خلصنا وهدى الوضع شوي، ما في خسائر ما في جرحى كانت. يعني كانت لحظات يعني أقول لك يعني ما تنسى. اللحظة هذيك اللي ببالي ما تنسى يعني. فرقة كانت دقائق، كنا جروب فوق ال15، ما حس شيء إلا شيء لمع بوجهي من بين هالجروب اللي كنا قاعدين يعني. ما مسكت غير عين اليسار وعين اليمين. فتح اليسار ما أشوف، كانت قباشة بياض. قد فقدت البصر، لحقت بالثانية لا، كان وضعها تمام أولها. ظلت تقريبا شي نص ساعة ساعة يعني، أريد نعتم الليل يعني مشان سياراتنا تفوت يعني، بوضح النهار ما يصير. كانت أيامها قالت تصبر، قلت أصبر معلش. وجع ما في، كانت أيامها اللحظة ذي وجع إنه بالعين، ما حسيت بوجع، إنه كانت مثل الرمل أو حرقة بالعين.
طبعا شديناها زبطناها وكملنا يعني مشوارنا ذيك الأيام كانت. سمعني طابور قومتانا كمان زاد كان بالخط الأمامي قدامنا، الخط الثاني الاتجاه الثاني، نقول جايك. كان الشهيد الشريف الله يرحمه من خرب الجاموس من خشمان، قال هلا اجيب سيارة واجي اخذك، قلت له لا خلي بس تعتم العين انا اطلع. يعني وصلت المشفى، كان المشفى الميداني بعد اول بداية الرقة، كان بعيد شوي. فت على المشى غسلوا لي اياها، يعني ما استفادوا شيء، ما قدروا عليه. قال خيو بدنا نبعثك على المشفى الشهيد الساري على الحسك. قلت له معلش انا اذا تحملت للصبح زاد كمان ما يصير. قال اذا حسيت وجع، قلنا خاف يعني الكادر اللي كان ويخاف انه يجينا رفيق ثاني مشان ما نبعثك بسياره واحده، انا نبعث كل اثنين او ثلاثه مع بعض. قلت له ما مشكله، زاد الوجع ما عاد اقدر، يعني غسلته زاد الوجع، يعني اثرت علي حيل. يعني بعثوني بسياره على المشفى الشهيد الساري. ما بي اول يوم ثاني يوم، طبعا بعد ما جيت على المشفى سووا لي عمليه، ما في اول يوم ثاني يوم احس انه طابور قومتان استشهد. هو الجروب اللي بده يبدل، يعني جروبات، مو انه جروب واحد او اثنين ثلاث. يعني كانت مصيبة، يعني هذاك يوم بالنسبة لي كانت نكبة، تبديل الجروبات كاملة كانت يعني نكبة مصيبة. يعني بيوم واحد مصيبة، يعني بالمئات، يعني مو سوالف. يعني كانت ايامها بالنكبة هذيك. اطلع مصاب اطلع جريح، واللي رجع على عمله يعني، ولا الأغلبية استشهدوا يعني. بعد تحولنا على العلاج من مشفى الشهيدة سارية، تم تحويلي على الشام. يعني الدكتور الشام قال لي مستحيل انه ترجع مثل ما كانت، بدا شيل. قلت له بدا شيل انه تأثر على العين الثانية شيلها. قال لا نسويها كرة مرجانية تجميل، اذا زبطت على الوشم خليها وشم، اذا ما زبطت نركب لك عين صناعية. قلت له تمام. طبعا ما زبطت، كله على العين الصناعي. ورجعت مشام على مؤسستي. بعد يعني جاء فرجي على مكتبة جرحى قصدة، قيادة قصد، جاء مكتبة جرحى. طبعا أنا متحول على البيت الغازية، بيت الجرحى لحال والغازيين لحال. كنت أشتغل للجرحى طبعا أرشيف، كنت أرشيف لدار جرحى يعني كانوا برفاق حيل، يعني تعالجوا وصاروا كويسين يعني، ورجعناهم على عملهم، فرزناهم. في منهم انه عرضناهم على اللجنة الطبية، يعني اللي تحول على البيت الغازية او تحول على عمل ثاني انه يقدر على عمله. يعني بعد ما وقفنا، يعني قبل ما اشتغل بالعمل هذا، يعني جيت اسمعنا على دورات يعني اكاديمية شهيد دشتي، عملتها كمان. طلبت اني اروح ورحت عملتها شهرين بال2020 بداية فيروس كورونا. يعني ما ظل اني اتخرج 5 ايام اسبوع، تخرج من الدورة صار الحظر. طبعا جينا ورجعنا كملنا كمان 15 يوم زودناها. رجعنا جينا زاد على الحسكة، قعدنا بالبيت فترة. صارت دورة أرشيفات بالمنبج، كمان قالوا لي تروح، أروح معلش. كمان رحت تقريبا شي 20 يوم أنا ورفيق كان معي. رحنا زاد كمان عملنا، شفنا الوضع هناك شلون كان، تعامل الجرحى، البيت الغازية، شلون الرفاق كانوا.